النهارده كان في واقعة مهمة جدا ويجب ان احنا نتوقف عندها. النادي الاهلي كان النهارده بيروح يشوف الجون البينالتي ولا مش بينالتي. كان في مفاوضات وكان في تحس كده ان عامله زي المفاوضات الامريكيه الايرانيه. طبعا الاهلي راح بوفد وكان في خبراء خبير فني زي ما الايرانيين واخدين معاهم خبير فني كده، وراحوا يفحصوا الامر ويبدو ان المفاوضات قد فشلت ايضا. يعني بجد مفاوضات الاهلي يبدو انها فشلت ليه؟ ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ الاستاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، اهلا بيك يا فندم. يا استاذ عمرو، اهلا وسهلا بحضرتك. ايه اللي حصل النهارده؟ والله فعلا كان النهارده في جلسه استماع. الجلسه دي كان المفترض هيروحها وفد من النادي الاهلي علشان يسمعوا ما دار بين حكم الساحه وحكم الفار في مباراه سيراميكا والاهلي بسبب ضربه الجزاء. الا انه اتحاد الكوره امبارح بالليل عمل اشتراطات انه اللي يحضر هذه الجلسه لابد ان يكون من الجهاز الفني او الاداري او كابتن الفريق يعني. فاتنين هم اللي يحضروا. النادي الاهلي كان بعت خطاب انه اللي هيحضر كابتن سيد عبد الحفيظ ومعاه وفد مرافق ليه. فاتحاد الكوره رفض هذا الامر تماما وقال لك انه اللي ليه حق الحضور اللي انا قلت عليه. راح الوفد النهارده لاتحاد الكوره، لم يجد سوى لجنه التحكيم بقياده اوسكار رويز. دخل الوفد زي ما شفنا كلنا النهارده ودخلوا غرفه الاستماع اللي فيها المحادثه، الا انه اوسكار رويز قال لهم انا مش هقدر اشغل المحادثه لان الاشتراطات لا تنطبق عليكم. طب يمين شمال الوفد استمر في اتحاد الكوره فوق ال 40 دقيقه. المفاوضات كلها بقت بالفشل، حتى انه هو الوفد ده كان كام واحد؟ كانوا 4. اوكي، كانوا 4. كابتن سيد عبد الحفيظ، وكان معاه الكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي، وكان معاه خبير اصوات، وكان معاه الاستاذ جمال جبر رئيس خبير اصوات. الاهلي كانوا جايبين معاهم خبير اصوات علشان خاطر يعرفوا الصوت والدنيا هل في تلاعب في اي حاجه. الا انه المفاوضات كلها بقت بالفشل ان هو يتم السماع. فاتحاد الكوره قال لهم لا، في اشتراطات. طب ليه؟ ترجع لاتحاد الكوره تساله انت حطيت اشتراطات ليه؟ فيقول لك انه انا خايف ان حد ينفعل على رئيس اللجنه، حد يعمل تصرف خارج، انا مش هقدر اعاقبه. انا هعاقب خبير اصوات ازاي؟ هعاقب خبير تحكيم متقاعد ازاي؟ انا عايز كابتن فرقه او حد من الجهاز الفني عشان اما اعاقبه يبقى ياخد عقوبته صح، يبقى عندي لائحه اقدر اطبقها عليه. فالموضوع في المفاوضات كله داير على انه الاهلي بيقول لك انما الاهلي لم يستمع البتة لاي شيء اللي هو الحوار اللي بين الفار وبين الحكم. اطلاقا لم يستمع البتة اطلاقا. والموضوع زي ما حضرتك قلت اشبه مفاوضات امريكا وايران، مفاوضات رايحه جايه والموضوع لسه ما خلصش. يعني الموضوع لسه في اشاعه يا احمد انه تم التلاعب بالشريط وتقص منه حتت. ده صحيح الكلام ده ولا لا؟ من خلال معلوماتي يعني اللي انا اعرفه انه لم يتم التلاعب بهذا الامر. ولو تم التلاعب ما هو في حكام موجودين. يعني الكابتن محمود عاشور صاحب قرار والكابتن محمود وفا صاحب قرار مختلف تماما. فالطبيعي انه النادي الاهلي بعلاقاته هيعرف يوصل لده او ده. لو في تلاعب هيعرفوا. بس المعلومه اللي عندي انه ما فيش تلاعب تم. يعني المعلومه اللي عندي انه التفريغ الصوتي للمكالمه ان هو استدعاه والاثنين اختلفوا على القرار. يعني الاثنين كان في بينهم اختلاف على وجهات النظر وفي النهايه حكم الساحه وصية قرار. طب والاهلي ايه خطواته التصعيديه بعد كده؟ هيعملوا ايه؟ خلال 48 ل 72 ساعه هناك اجتماع مجلس اداره طارئ علشان خاطر يبقى كل الاعضاء موجودين. هيبداوا يتكلموا في كل الامور اللي تخص النادي الاهلي. هم شايفين ان في تعنت ضدهم من اتحاد الكوره مثلا، هيبداوا يقلبوا في الاوراق القديمه في موضوع التحكيم بالذات. وخلينا اقول لك يعني نسبق شويه انه اليومين اللي فاتوا كده اسهم اوسكار رويز في ان هو يكمل كرئيس لجنه التحكيم اصبحت قليله. فممكن تلاقيه فجاه خارج اتحاد الكوره بعد نهايه هذا الموسم. عشان موضوع الاهلي؟ مش عشان موضوع الاهلي بس، علشان هو الراجل ما بقاش يعني بقى شويه زهق وشويه اتحاد الكوره قال لك نغيره لان هو مش متواجد بصفه دايمه وبيسيب ناس هي اللي تبقى موجوده. تعييناته للحكام واستبعاد ناس كبيره من القائمه الدوليه زي الغندور والبنا وخلافهم اثر على مستوى التحكيم وهو بياخد قراره من دماغه. فالموضوع يعني كلها ايه تشكيله هتخليه يمشي يعني.
هل عندك معلومات ان حكم المباراه قد تعدى لفظيا او جسديا على اي حد من الاهلي؟ هو ده اللي طلبه الاهلي، واللي الاهلي طلبه شريط المباراه. عندي انا معلومه، يعني عندي معلومه في حته انه تعدى ده، انا ما عنديش انا كاحمد عبد الباسط معلومه، لكن الاهلي امام لجنه الانضباط مقدم فيديوهات بيقول فيها انه تعدى على لعيبته الشناوي والشحات وتريزيجيه، وده اللي هتثبته لجنه الانضباط. وبالمناسبه يا استاذ عمرو حاجه مهمه جدا، الاهلي لو كان سمح ليه ان هو يسمع التسجيل ما كانش هيسمع غير الحاله فقط، لانه الناس كلها بتقول هيسمع الحاله وهيسمع فيما قبل وفيما بعد. الوحيد الذي له حق السماع فيما قبل وفيما بعد هي لجنه الانضباط لو طلبت ده طبعا. لكن النهارده كان هيسمعوا الجزء القليل فقط اللي هو بتاع الحاله. الاستاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا.